مرحبا واهلا وسهلا فيكم قناتي. اليوم راح اقدم لكم طريقة بيتي فور بطريقة كتير سهلة ولذيذة وهشة بتدوب التم. اول شي بضيف علبة زبدة 250 غرام، بعدين بضيف بيضتين فوقها، بضيف كاسة زيت نباتي، كاسة سكر بودرة، كاسة نشا، بضيف ظرف فانيليا وبحرك المكونات مع بعضهم ليدوب الزبدة. طبعا الزبدة لازم يكون بحرارة الغرفة مشان يسهل عليكم. بعدين بضيف 5 كاسات طحين تدريجيا وبعجنها مظبوط لبين ما يصير عندي العجينة متماسكة. طبعا العجينة لازم تكون مو قاسية ولا طرية، وسط يكون. بتاخد الطحين حسب نوع الطحين موجودة عندكم، هيك يكون قوامها مثل ما نكون شايفين. هلا بقسمها لقسمين، قسم بضيف معلقتين كاكاو فوق وبعجنها مظبوط. اذا شفتوا قاسي ما بتنعجن معكم ضيفوا شوية زبدة، شي معلقة صغيرة، وهيك صارت عندي جاهزة. راح استخدم هذا القالب، انتوا بتقدروا تستخدموا القالب اللي بدكم اياه، بتقدروا تساووه بدون قالب كمان، تشكلوه بايدكم بيرجع لإلكم. هذا العجينة بصير لكل شي، بس انا راح استخدم هذا القالب للسرعة. هلا اول شي فتحتها، بحط العجينة بهالطريقة، بعدين بختار الشكل اللي بدي اياه وبركبه. طريقة كتير سهلة، اللي عندهم منهم بيقدروا يستخدموه. وبكبسها بهالطريقة بتطلع القطعة، بس كبسة هيك بتطلع. هلا رح اسوي بقالب عادي كمان، رح اورجيكم. شايفين شلون بهالطريقة؟ اذا عندكم قوالب منها كمان بصير، او بايدكم كمان بدون قالب كمان بصير، بيرجع لإلكم. هيك صارت عندي جاهزة. بدخلها على الفرن على درجة 180. بتاخد معكم وقت تقريبا من 10 ل 15 دقيقة حسب طبيعة الفرن. طبعا الفرن شغال من فوق وتحت، بتراقبوا. واول ما تطالعوها ما بتدقلوها ابدا، بتعيفوها لتبرد تماما. وهيك الكمية صارت عندي جاهزة. شايفين شكلهم الحمارة ما بده كتير، شايفين لازم يكون هيك شي بسيط. انتو بتراقبوا حسب طبيعة الفرن بتشوفوا الفرق. عندي هون صوص للتزيين، فيها شوكولا، مكعبات شوكولا عادي ومعلقة شوكولا دهن، اي شوكولا دهن بصير. دوبتها مع شوية حليب. وعندي هون كمان للزينة، طبعا طريقة الزينة بيرجع لإلكم حسب الرغبة. وهون انا لزقت كل قطعتين ببعضها بالعسل، انتو بتقدروا بالعسل او مربى، بيرجع لكم حسب الرغبة، حسب النكهة اللي بتحبوه. وبزينهم بهالطريقة. وهيك صارت جاهزة للتقديم. بتمنى انكم تجربوها، كتير طيبة ولذيذة وهشة بنفس الوقت، طرية بتدوب التم. شلت قطعة لورجيكم كيف طراوتها، شايفين شلون. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم طريقتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتدعموني لاستمر، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي، وصحة وهنا.